مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد. اليوم صدر تقرير مهم جدا حول رؤية المملكة 2030. أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن رؤية المملكة 2030 قد أحدثت بتوفيق الله وفضله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود نقلة نوعية في مسيرة تنمية البلاد بما حققته من تحول شامل وملموس في المناحي الاقتصادية والخدمات والبنية التحتية واللوجستية وجوانب الحياة الاجتماعية، وتستهل في 2026 مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد ل5 سنوات قادمة حتى 2030. جاء ذلك إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات رؤية المملكة 2030 التي وضعت بعد مرور مرحلتيها الأولى والثانية. وتناول المجلس ما تحقق من إنجازات على عدة أصعدة، ومنها الجانب الرياضي الذي تضمن زيادة المنشآت والمساحات الرياضية وافتتاح جزء كبير من مشروع المسار الرياضي والتقدم في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية وإقامة أول بطولة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية واستضافة رالي دكار ل7 سنوات والاستعداد لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2027 والاستعداد لاستضافة إكسبو 2030 والفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034. التقدم العام لرؤية المملكة 2030 تحقق 93% من مؤشرات الأداء التي حققت مستهدفاتها السنوية أو تجاوزتها. 90% من المبادرات مكتملة أو تسير وفق مسارها الصحيح، و 935 مبادرة اكتمل تنفيذها، و225 مبادرة تسير في مسارها الصحيح. 309 من 390 مؤشر حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها.